الغريبة هي 3 مكونات أساسيين، لكن شوية تفاصيل واحنا بنشتغل فيها بتفرق معانا في القوام. هي السهل الممتنع. عايزة تعرفي كل التفاصيل ليه بتنشف معاكي وليه بتفرش معاكي وبتسيح معاكي في داخل الفرن، كملي معايا بس الفيديو للآخر وانت أكيد هتستفادي. بس عايزين قبل ما نبدأ هنصلي على النبي، ويا ريت نشترك في القناة، ويا ريت نعمل لايك. دلوقتي أول حاجة احنا دلوقتي أنا هعمل دلوقتي الغريبة دي بشكلين يا جماعة. أول شكل اللي هو شكل الكيس اللي هو السريع، وده أنا بفضله، والشكل التاني اللي هي التقليدي اللي احنا بنكورها. دلوقتي هنبدأ ايه في المقادير. معانا نص كيلو من الدقيق، معانا 200 جرام من السكر البودرة، معانا ربع كيلو من السمنة البلدي، معانا ربع معلقة من البيكنج باودر، ومعانا كيس واحد من الفانيليا. ما نكترش الفانيليا عشان مش تدينا مرار. انا بقول لك ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ليه البيكنج باودر؟ عشان ايه؟ بيخلي القوام الغريبة، بيخليها هشة وجميلة، وده ما بيخليهاش هي تبصم معانا. ده السر من اسرار المحلات اللي بيحطوها. دي بتفرق في القوام بتاعها، بيخليها هشة وما بتبصمش معانا. تمام. وهقولك دلوقتي، وبقولك دلوقتي انا هجيب العجان بتاعي وهحط السمنه والسكر. حضرتك مش عندك العجان بتجيبي طبق وتحطي فيه السمنه والسكر. طول عمرنا واحنا كنا بنجيب السمنه والسكر في الطبق ونفضل نضرب فيهم لغايه ما القوام بتاعهم يكون ابيض وحلو كده هاشش، وقوامه حلو عامل زي قوام القشطه. تمام. انا بحط السمنه البلدي. طب بديل السمنه البلدي ايه؟ الروابي. الروابي احلى حاجه بديلها للسمنه البلدي. الروابي بتبقى بيضه وطعمها حلو. ما تستخدميش جنة. الجنة والحاجات دي بتبقى لونها اصفر، والغريبه دوما احنا عايزينها لونها ابيض، فبنفضل السمنه بتاعتنا اللي هي الجمس بتبقى لونها ابيض، فبديلها ايه؟ الروابي. تمام. واقول لك احط 200 جرام من السكر البودره. والسكر البودره يفضل انك انت تضرباه في البيت وتنخليه، مش تجيبيه من بره جاهز، عشان البره يبقى السكر البودره بتاعه بيبقى فيه نشا، فبالتالي هينشف معانا الغريبه. معلومات حبيت افيدك بيها. تمام. هحط كيس بقى فانيليا واحد، وما كترش الفانيليا عشان مش يدينا مراره. ده نص كيلو دي هيعمل معانا صاج 40 في 60، وهيعمل معانا كميه حلوه. حضرتك ما عندكيش العجان بتجيب الطبق وتحطي فيه السمنه والسكر والفانيليا، وتفضلي تضربي فيهم لغايه ما القوام بتاعهم يكون ايه؟ لونه ابيض وحلو، يكون هاشش كده. هنضرب فيهم كده 5 دقايق لغايه ما القوام بتاعنا كده يبقى حلو، زي القوام كده الكريم شانتيه او لون القشطه كده. تمام. بعد ما نضربه حلو، بقول لك لونهم اهوت. هكتب لك المقادير في صندوق الوصف بالكوبايه وبالجرامات. بعد ال5 دقايق كده هبتدي بقى ايه؟ قوامهم بقى ابيض وحلو اهوت وبقى هاشش. هنزل بالدقيق والبيكنج باودر. نص كيلو دقيق، ربع معلقه بيكنج باودر، ما بنزودش، اللي هي 2 جرام بيكنج باودر. وعندك المعلقه المعياريه عايري بيها، بيبقى فيها الربع وفيها النص. غيرت السلاح بتاعي المضرب السلك من المضرب ايه اللي هو الحلزوني اللي هو بتاع الدقيق. ما تشتغليش بالمضرب السلك عشان ايه؟ لا قدر الله ممكن يحصل له حاجه وانت ايه بتعجني بالدقيق. غيري على طول ايه المضرب بتاعك. تمام. بعد كده جبت البلبله بتاعتي، المقاس بتاعها مكتوب على الشاشه اللي هو 8، رقم 8 او رقم 6. دي بلبله ساده انا بحب اشتغل بيها، او حياتك عندك اي بلبله حابه تشتغلي بيها عادي، بس انا دي بفضل البلبله الساده. وبرضه هعمل لك بلبله اللي هي بشكل البوتفور. بعد 12 دقيقه من العجن، عجنتها 12 دقيقه. اهم حاجه القوام العجينه يبقى حلو معايا. دي بتفرق ايه لما باجي يا جماعه اقطع ايه الغريبه. تعجنها كويس. لما تعجنها كويس ما تشققش معاكي، تخلي الغريبه بتاعتك ناعمه وحلوه. 12 دقيقه عجن. شايفه القوام بتاعي ناعم وجميل ازاي؟ عايزه اقول لك بتفرق جامد طريقه العجن. كل ما تعجني كل ما تديكي نتيجه افضل. جبت الكيس بتاعي طبعا، حطيت فيه الخليط، وجبت الصاج بتاعي يا جماعه انا مش دهناه. الصاج ده 40 في 60. ابتديت اقطع كده بالبلبله الساده. البوز اللي هو طالع كده دوت عادي. انا طبعا انا هشكله واحط فيه مكسرات، فايه طبعا يعني هيهبط مني عادي. لكن لو حياتك مش حابه تشكلي، ممكن من الجنب كده وبتقطعي كده وخلاص. تمام. انا بشكل دلوقتي بالبلبله اللي هي بتاعه البوتفور، بلبله صغيره مقاس 6. وهوريكي ورده طريقتين تانيين للتشكيل. جينا النقطه المهمه بتاعه المحلات. جبنا المكسرات، اي نوع مكسرات حياتك بتفضليه. رحت جايبه له بقى ربع معلقه صغيره من العسل النحل. طب ليه العسل النحل؟ بيدي لمعان للمكسرات بتاعتي، وكمان بيخلي ايه المكسرات بتاعتي تلزق على الغريبه وما يخليهاش تطلع. نقطه مهمه جدا. شايفه انا بقلبها حلو عشان ايه؟ المكسرات تاخد لمعه من العسل النحل.
طب ايه بديل العسل النحل؟ معلقه صغيره من المربى، وما نكترش العسل او المربى. ليه؟ عشان ما يسيلوش على الغريبه. انا بقول لك لو عندك عسل او عندك مربى، المهم ربع معلقه صغيره، بتدينا لمعه للمكسرات، وكمان بتلزق على الغريبه ما تخليهاش تفك. تمام. طبعا ايه بقطع، طبعا وانا بقطع كده يا جماعه بسيب مسافه كده بين كل واحده وواحده 3 سنتي وانا بقطع، عشان لما اجي احطها في الفرن هي مش هتفرش ولا حاجه، تطلع زي ما هي. بس حابه اقولك يعني. طبعا بكون مشغله الفرن بتاعي قبلها ايه بتلت ساعه ب20 دقيقه، وعلى درجه حراره 160، وبخليهاش تاخد اللون. يا دوبك كده بحس كده بمسك واحده كده، بمسك واحده يا جماعه كده، وابتدي ايه كل شويه ابص عليها الواحده دي، عشان طول ما هي في الفرن بتبصم معايا، فانا بضحي بواحده وكل شويه ابص منها لغايه ما بتلاقي الاقيها بس خدت اللون من تحت حاجه بسيطه، واروح يا دوبك لون ذهبي حاجه بسيطه، واروح مطلعاها واسيبها بره كده في حدود ايه ساعه ولا ساعتين في الصاج، ما بلطهاش. تمام. جبت دلوقتي عجينه وجبتها كورتها كده وبرمتها كده، بقولك ما بتلزقش معايا ولا اي حاجه. وبعد ما برمتها كده اهوت، رحت بعد كده ايه رحت جايبه الشوكه بتاعتي واديتها تشكيله بالشوكه، وبعد كده جبت السكينه بتاعتي سلكت كده من على الرخام عشان العجينه بتاعتي ما تلزقش لما اجي اقطع. تمام. بقولك شوف العجينه بتاعتي كده ما بتلزقش وجميله ازاي، هقطعها على شكل زاويه. الشكل ده جميل جدا. الغريبه معاكي بتشكلها باي شكل انت عايزاه. عايزه اقول لك جميله جدا. شايفه القوام ما بيلزقش معايا، وهوريكي كمان الشكل بتاعنا التقليدي اللي احنا بنكورها بايدينا، وهقول لك الوزن كل كره قد ايه. بالله عليك لو لسه بتتفرجي عليا ما تنسيش تعملي لايك وشير عشان يرفع معايا اللايك. شوفوا انا بطلعها بكل سهوله ازاي، بجد هتعملي احلى غريبه وتدعي لي عليها. هكتب لك المقادير بالكوبايه وبقادير بالجرامات في صندوق الوصف. بقول لك شايفه شكل التضليعه بتاعه الشوكه، شايفه وانا بشيلها ما بتلزقش وجميله. خلي بالك كل ده وكمان ما بتشققش، زي ما هتخش الفرن زي ما هتطلع. كل ده جاي نتيجه العجن وكمان الباكون باودر. السر في الباكون باودر، بيديها قوام بيديها شاشه وما بيخليهاش تبصم ومش بيخليها تشقق. واهم حاجه برضو طريقه العجن، زي ما قلت لك طريقه العجن كده بتسيبها كده 12 دقيقه تتعجن عجن كويس. شوفي انا بكورها ازاي، وكل كوره بوزنها 15 جرام. بقول لك قطعتها اهي، دي الطريقه التقليديه بتاعتنا. قطعتها 15 جرام، كورتها كده عادي، ولا كبيره ولا صغيره. ده الوزن بتاعها يا جماعه. وبعدين بحطها في الصاج كده اهوت، والصاج بتاعي مش مدهون. تمام. عايزه بقى تزوقيها بالمكسرات زي ما وريتك زوقيها، عايزه تحطيها كده حطيها. بص اهو دخلتها الفرن 160 درجه. قعدت معايا 40 دقيقه، وده حسب نوع فرنك، مش يلتزم بالمده بتاعتي، في الرف الاوسط طبعا. وبعد ما طلعت كده بعد 40 دقيقه يا دوبك خدت اللون حاجه بسيطه من تحت، طلعتها وسبتها ساعه او ساعتين، وابتديت بعد كده ايه احطها في الكرتونه او اي حاجه. وشايفه الغريبه بتاعتي ناعمه وجميله جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.